الذاكره البشريه ممكن تتشكل بالتكرار، ومن قبله حد زي هيرمان إبنجهاوس، واللي لما كان بيختبر منحنى النسيان عند البشر لقى ان التكرار المنتظم بيزرع المعلومه في الذاكره على المدى الطويل. ومن قبلهم احنا كنا قاطعين على الاكتشاف ده، مش التكرار بيعلم الشطار؟ سابقين عصرنا بسم الله ما شاء الله علينا. خد بالك ان اعلان تجاري تافه ممكن يتعرض عليك 20 مره سواء في اعلانات يوتيوب او تلفزيون وتشوفه في اكتر من فيديو، يتسبب في ان عقلك يبدا يتعامل مع الرساله نفسها ان هي طبيعيه. التكرار بيصنع لك واقع بديل ويرميك فيه، لدرجه ان في ناس ممكن تموت وتقتل دفاعا عن فكره اتكررت 1000 مره في اعلان ولا في جريده، لحد ما بقوا بيدافعوا عنها ويستميتوا عشانها. الانسان اعزائي الكباتن بيستجيب للرموز قبل ما يستجيب للكلام. الطفل مثلا ممكن يتعلم يشاور على الاكل قبل ما ينطق الكلمه نفسها. عشان كده في كتب الاطفال بنلاقي انه لما تيجي تتحط المناهج بنلاقي صوره الشمس وجنبها الاسم، لان الطفل هيفهم الصوره اسرع من الكلمه. العقل البشري بيتعامل مع الرموز زي ما الاديتور بيتعامل كده مع الكنترول زد، مجرد ما بيضغط عليها بترجع له الامور كما كانت قبل ما تبوظ.